اهلا بيكم مع مطبخ التوفير مع محمد. النهارده انا جبت 3 فرخات وقطعتهم وقسمتهم للشهر كله. طلعت منهم 11 وجبه، وكمان وجبات كلهم كميات كبيره، واكلات هنعمل منهم اكلات موفره وكمان اقتصاديه بافكار بسيطه جدا. يعني ام 3 فرخات تاكليهم طول الشهر فراخ. يلا نشوف هنعمل ايه مع بعض، يلا بينا. عندي هنا الفراخ، انا لسه جايباها من السوق دلوقتي. انا جبت 3 فرخات، كان سعر الكيلو كان عامل 72 جنيه. دول عملوا معايا حوالي 7 كيلو. ال3 فرخات انا جايبهم وزنهم كبار، وانا بجيبهم قلت للراجل بتاع الفراخ يعني يديني يكون وزنهم كبار ويكون الصدر بتاعهم يكون كبير، بحيث اطلع منه بانيه واطلع منه ستريبس واكلات مختلفه يرد معايا وزن. انا مش عايزه تكون الورك بتاعها يكون كبير، انا عايزه الصدر عشان اقسمه لاكلات مختلفه. طبعا انا جبتهم وهغسلهم كويس بالميه، اشطفهم يعني الاول، اشطفهم شطفه كده بسيطه، وبعد كده اعمل لهم محلول النقع. طبعا كل واحد بيجيب يعني ايه حسب امكانياته وحسب عدد افراد اسرته. طبعا انا اسره 6 افراد، فعشان كده جبت 3 فرخات حسب الامكانيات. ال3 فرخات كان سعرهم حوالي 520 جنيه. طبعا هو مبلغ مش قليل يعني، بس كويس. يعني هنقسمه يعني نعمل منها اكلات مختلفه ونحاول نظبط امورنا. انا اول حاجه هغسلهم بالميه بالشكل ده، لازم اغسلهم كويس واشيل اي زوايد في الفراخ يعني. بالشكل اللي انتوا شايفينه. وبعد كده هصفيهم من الميه دي واعمل لهم محلول النقع. انا عندي هنا هعمل لهم محلول النقع. انا جبت بعد ما غسلتهم عندي هنا طبق فيه ميه، هحط فيه حوالي معلقتين او 3 معالق كبار من الدقيق، واحط كمان عليهم معلقتين كبار من الزنجبيل. وعندي هنا ليمونتين. طبعا ما تشمش اي ريحه زفره في الفراخ خالص. الليمون مع الزنجبيل مع الدقيق بجد محلول جميل، هيخلي اي ريحه زفره في الفراخ ما تشمهاش خالص، هيخلي الفراخ بتاعتك جميله تنضف كويس. دوبهم بالشكل ده واحط فيهم الفراخ. انا هنقعهم شويه في المحلول ده. بعد كده هصفيهم واشطفهم، بعد كده نقطعهم مع بعض. ده شكلهم بعد ما يعني ما غسلتهم وشطفتهم بعد بمحلول النقع. انا قسمت الفراخ بالشكل ده، قطعت الوراك، سبت الصدور عشان اقطعهم معاكم. انا غسلتهم كويس طبعا، حجمهم ما شاء الله كبير. انا هقطع الصدر معاكم بالشكل ده، هشيل الجلد واشيل اي زيادة. انا عايزة اخلي الصدر. شايفين ما شاء الله حجمه كبير، وهنطلع منه برضو اكلات برضو تكون اقتصادية وفي نفس الوقت يعني ايه تكون يعني كميتها كبيرة ومغذية ومشبعة للاولاد. قطع الرقبة بالشكل ده. افصلها بالشكل ده، واشيل الجلد واشيل اي زيادة. اقطع الاجنحة، اي زيادة بشيلها. طبعا انا بقطع الاجنحة وبسيب فيها قطعة من الصدر بالشكل ده، بحيث الاجنحة تعمل معايا اكلة بالشكل اللي انتوا شايفينه. اقطع الجناح التاني برضو بالشكل ده. هفصل الصدور.
هي طريقتها بسيطة. انتي ممكن تخلي الراجل يعني يفصلهم لك ويقطعهم لك ويطلع لك منهم بانيه، الاكلات اللي انتي عايزاهم يعني. بس انا بحب اقطعهم بنفسي يعني في البيت، افصلهم بالشكل ده. خليت اول صدر بالشكل ده. حاولي على قد ما تقدري ما تهدريش فيه وتطلعيه يعني سليمة، يعني ايه متقطعيش فيه كتير. طلعته بالشكل ده. قطعة الفيليه برضه هطلعها بالراحة برضه بالشكل ده. تطلع بكل سهولة يعني، قطعيهم بالراحة بالشكل ده. ده عندي الصدر بالشكل ده. هعمل الصدر التاني برضه بنفس الطريقة. طبعا الصدور احنا بنعمل منها اكلات مختلفة، لما يكون حجمها كبير يعني بنعمل منها اكلات برضو يعني ايه بسيطة، وفي نفس الوقت بتعمل معايا اكلات يعني ايه سريعة واقتصادية. يعني ربع الفرخة بتعملوا منه وجبة عائلية بتكفي العيلة كلها. خليت الصدر التاني بالشكل ده. قطعة الفيليه برضو بتاعت الصدر برضو هخليها. بالشكل ده هقطع بقية الصدور وبعد كده نشوف هنعمل ايه مع بعض. انا عندي هنا قطعتهم ورصتهم في الاطباق بالشكل ده، يعني قطعتهم وقسمتهم لوجبات. طبعا انا هقولكوا على الوجبات اللي انا قسمتها، وكل واحدة بتقسم يعني حسب احتياجاتها. انا قطعت ستريبس وقطعت شاورما، 6 صدور سليمة والاجنحة، وعملت الاوراق وجبات لوحديها. هنشوف هنقسمها مع بعض ازاي. انا عندي هنا الطبق ده انا عملت ربع فرخة شاورما بالشكل ده، قطع صغيرة. ممكن اعمل منه شاورما، ممكن اعمل منه مثلا يعني ايه صينية مكرونة بشاميل، ممكن اعمل منه بيتزا، اعمل منه اكلات بسيطة، ممكن احشيه جوه حشوة جلاش. يعني كلها افكار بسيطة يعني، وهيعمل معايا كمية. وعندي هنا بقى الصدور، كل صدر من ده انا هعمل منه وجبة لوحديها. يعني كل ربع فرخة انا هعملها وجبة. هم عملوا معايا ما شاء الله 11 وجبة. طبعا ربع فرخة ده ممكن اعمله ناجتس وازوده يعني برغل او بطاطس او يعني اي حاجة. اعمله ناجتس بكمية بسيطة ويكفيني مثلا مرتين 3، ممكن ناكل منهم طول الاسبوع. زي التاني ممكن اعمله يعني ايه في رز معمر، اقطع واعمله طواجن رز معمر، برضو كده اكلة اقتصادية. كل ربع فرخة انا هعمله اكلة، والاجنحة برضو انا هعملها اكلة. ممكن اعملها فراخ مقرمشة. طبعا الاجنحة برضو اكلة جميلة، في نفس الوقت برضو تبقى اكلة اقتصادية وهترمي معاكي برضو. انا 6 صدور سليمة بالشكل اللي انتوا شايفينها ده، يعني بحس ما اطلعها حسب ما هستخدمها يعني. بس قطعت الشاورما وقطعت ستريبس. قطع الفيليه الباقي قطعتهم بالشكل ده، وقسمت الوراك بالشكل ده، سبتها سليمة. كل 3 اوراق هعملها وجبة. يعني ممكن احشيها واعملها حمام كدابية بالعظم بالشكل ده في الفرن، تبقى طريقتها جميلة برضو. وال3 وراك هيكفونا، انهم ما شاء الله حجمهم كبار. طبعا انتي قسمي الفراخ حسب عدد افراد اسرتك، حسب عدد الوجبات اللي انتي عايزاها. يعني مش كل شهر لازم تغيري، انا بقسمهم كل شهر باكلات مختلفة.
مش كل شهر بقسم التقسيمة دي، انا بنوع وبغير وبجدد فيهم. ودي ربع الفرخة التاني اهوت، يعني كل ربع فرخة من ده انا هعمل بيه اكلة. ممكن اقطع ده بانيه واعمل جنبه شوية مكرونة وتمشي يومك، والربع التاني ممكن تعملي منه اكلة تانية خالص. يعني كل ربع فرخة تعملي منه اكلة مختلفة، مثلا شاورما، يعني ستريبس، ممكن تعملي مكرونة بشاميل، تعملي طاجن رز معمر، تعملي بالفراخ، ممكن يعني تعملي اي اكلة انتي عايزاها. وعندي هنا الكبد والقوانص، انا هعملهم طاجن مثلا بالرز يعني بالبطاطس. الكبد والقوانص واعمل جنبهم شوية رز وسلطة، يبقى اكلة ومشينا بيها اليوم. أنا عندي هنا برضو الوراك التانية ممكن اشويها واعمل جنبها شوية رز اصفر وسلطة، وتبقى كده برضو مشينا اليوم بيها. يعني هحاول انوع في الاكلات. وعندي هنا الهياكل بقى بتاعة الرقبة والشكل ده، ممكن اعملهم شوربة واعمل جنبهم شوية رز بالشعرية وطبق ملوخية بالشوربة. يعني كده يمشينا يوم بوجبة يعني تكون بسيطة. مش كل يوم لازم يعني نعمل لحمة وفراخ، لازم نمشي يومنا يعني بأكلات بسيطة. يعني هعمل مرتين في الأسبوع مثلا فراخ ومرة سمك، وباقي الأسبوع أكلات يعني بدون لحوم، وأكلات برضو مشبعة ومغذية. حاولي تنوعي وتجددي، كل بيت بيمشي حسب إمكانياته. أنا هسيب الأطباق بقى بالستريبس بالشكل ده. طبعا ربع الفرخة قطع معايا كمية، مش شايفين حجمها كبير، فعشان كده أنا كل ربع فرخة هعمل وجبة بالشكل ده. هي طلعت معايا 11 وجبة، يعني هخليهم يكفونا ان شاء الله طول الشهر، نعمل وجبتين في الاسبوع. طبعا هي مجرد فكرة بسيطة، يعني بنقسم معاكم، كل واحد بيقسم حسب احتياجاته وحسب عدد افراد الاسرة. اتمنى الفيديو يعجبكم وتنوروني في القناة.